السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة البرتقال، سهلة وجميلة جدا وهتعجبكم. لو اول مرة تشوفي القناة ما تنسينيش في الاشتراك في القناة، ويلا نقول بسم الله ونشوف المقادير. معايا عدد 4 بيضة، 2 كوب سكر، كوب زيت، معلقة خل، 2 برتقال مغسولين كويس جدا ومتقطعين، 1 كيك شيف، 1 فانيليا، و2.5 كوبايتين دقيق منخولين كويس جدا. نقول بسم الله ونجيب الخلاط بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. حطيت عدد الاربع بيضات، الكوبايتين سكر حطيتهم، ومعلقه الخل، وكوبايه الزيت. دي معلقه خل، كوبايه الزيت حطيتها. جبنا البرتقال اللي انا مقطعه، حطينا الفانيليا برضو الاول. بعد كده حطيت عدد الاتنين برتقانه. هنروح نضربهم بقى في الخلاط. جبنا طبق الدقيق اللي انا نخلته حطيته فيه. هنجيب كده الكيك شيف هنحطه عليه، سنه ملح صغيره، نقلبهم كويس جدا. هنجيب بقى الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، هنقعد نضرب فيه بالمضرب السلك العادي بتاعنا. نقعد نضرب فيهم شويه كده عشان ايه ما يبقاش فيه اي تكتلات تحت ولا اي حاجه. بعد كده نحط باقي الخليط ونقعد نضرب برضو فيه شويه كمان. نفضل نضرب فيه كده شويه لغايه ما ايه ما يبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجه دقيق تحت في الطبق من تحت ولا اي حاجه. انا قبل ما اخش وابدا في اعمال الكيكه كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. تحطيها في الرف اللي في النص من اول ما تدخليها لغايه ما تطلعيها على درجه حراره 180. مش اول ما تدخليها توطي الفرن عليها ولا اي حاجه، لا هي نفس الحراره. بعد كده بقى جبنا طاسه تيفال عندي، اللي هي الوسط، دهنتها زيت من تحت وحطيت عليها ايه سنه دقيق كده بدرتها بيها. بعد كده هصب الخليط فيها وهدخلها الفرن في الرف اللي في الوسط. هنا كنت خلاص حطيت الخليط كله في الصينيه. انا هزيت الصينيه بس الحته دي ما جاتش معاكم، ودخلتها الفرن بقى. هنا كانت طلعت بقى من الفرن، كانت طالعه سخنه وكانت ريحتها ايه، كانت تحفه. العيال بقى مش صابرين جنبي، عايزين نقطعها وهي سخنه. انا كنت عايزه اسيبها تبرد شويه بس ما كانوش صابرين. ده هي شكلها كان اجمل من كده بس الكاميرا ظلموها والله. هنا بصوا قطعتها ازاي، طعمها كان تحفه، كانت هشه كده ومرتفعه معايا. بصوا التسويه بتاعتها، بصوا جميله ازاي، بصوا سخنه. مش صابرين العيال خالص، كان طعمها تحفه قوي. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش بالاشتراك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.